لأول مرة بنصل تونس، وكانت دعوة جميلة وسررت بها كتير ولبيتها. جيت على تونس والتقينا مع أهل تونس وموسيقيين تونس، شيء جميل جدا. وأنا حقيقة يعني من فلسطين، وتونس مش غريبة عننا في فلسطين إطلاقا. عندنا اتصال ولو من خلال الإعلام عن كل ما يحدث ثقافيا في تونس، والنهضة الثقافية اللي تدعمها وزارة الثقافة اللي نحن مشتركين فيها حاليا. هذا شيء جميل، وبتأمل تنعاد ونزوركم مرة تانية وثالثة ورابعة. أهمية اللقاء عدا عن أنه لقاء ثقافي وموسيقي ومهم جدا، اللقاء مع أنا كصانع لآلة العود والكمان ألتقي مع زملائي من دول عربية أخرى، من إيران ومن سوريا ومن تونس. أنا أعرفهم على الفيسبوك من خلال الإعلام، بس هلأ التقينا وصار في لقاء شخصي جميل متن الصداقة. أنا من المشجعين لزيادة هذه اللقاءات بشكل دوري لأنها جدا مفيدة على جميع الأصعدة. أنا صانع لآلة العود وصانع لآلة الكمان اللي درستها في إيطاليا لفترة 9 سنوات في مدينة كريمونا، وحاليا بعد هذه الفترة الطويلة في إيطاليا عدت على بلدي فلسطين، وعندي ورشتي أصنع فيها العود وأصنع الكمان على اختلاف أحجامه، تشيلو، فيولا، كونتراباسو، راسي أصنعه لسه ما صنعته. كان يعني لقاء جميل في بلدنا، ما لأول مرة بيشوفوا يعني صناعة الكمانجا، وكان زي فرجة للناس، حدث ثقافي. كتير يعني أثر في جو بلدنا وطبيعة بلدنا إنه صار في عندنا صانع آلات موسيقية. هذا شيء جميل. فهنا جبنا إنتاجنا الكمان والعود نعرضهم في معرض أيام قرطاج الموسيقية، فرصة جميلة جدا ومشكورين عليها. أنا من الناس اللي بحب أنتقي أخشاب جميلة، وكل أخشاب يعني شحنينها من أوروبا. هذا الوجه العود عندي من خشب إيطالي، منطقة ترنتو القلب الإيطالية، من أجود الأخشاب للوجه وكمان لوجه الكمان. هون عندي زخارف طبيعية من خشب المهاغوني، خشب إيبانوس للمرآة. هذا خشب برازيلي، الورد البرازيلي أغلى أخشاب المعمورة حقيقة، وممنوع قطشه اليوم لأنه قطشوا منه بما فيه الكفاية. هلأ عم محمي حتى يكتروا من وجوده في غابات الأمازون. عندي الظهر العود هوني من خشب التوت الإيراني الجميل جدا والجيد جدا للصوت، وبين الريش عندي فيليتو إيبانوس. هذا هون خشب أفريقي وينجي، بسميه وينجي، جميل جدا، تكملة للون، جوز أمريكي. ومن الداخل خشب ليمون حتى يتناسق مع هارمون الألوان اللي في الآلة. هذا بالنسبة لي جدا مهم، تكون هارمونية الألوان متناسقة مع بعض. صح. هذا كمان من صناعتي، أخشاب جميلة جدا. هذا صناعة الكمانجات وبنائها درست في إيطاليا كما ذكرت سابقا. وهذه كمانجة في ستايل ستراديفاريوس، الصانع الإيطالي الكبير، طبعة 1710. في سنة 1710 عمل هذا التصميم، فأنا عملت طبعة ستراديفاريوس طبعا بلمساتي أنا، بروحي أنا، وهذا ضروري. وذات صوت جميل، وعم يأتوا الموسيقيين الشباب التونسيين ويعزفون ويشربون، ولقاء جميل جدا معهم. آلتي تتميز برياحتها، رياحة العزف، التقنيات اللي فيها، في جمالية الصوت. نحن نعمل صوت الباروك، الصوت الإيطالي القديم في سنوات 1700 لسنوات 1750. بعدين تمتاز بجماليتها بالفارنش، أي الطلاء اللي عليها، طبيعة الطلاء، مرونته، قساوته إلى آخره، ألوانه. كل هذه الأمور بتأثر على العازف بالطبع على مزاج العازف، وهذا شيء جميل بالتأكيد. شكرا لكم على مجهودكم وعلى ضيافتكم الجميلة. ألف شكر.